في زمن كان فيه خط البرص الخلفي منهارا، في زمن لا يمكن فيه استنساخ طيب من الشر، خرج رونالد فيديريكو أراوخو من عباءة الماضية ليتلون بثياب الحاضر، حيث كانت المصائب ترفرف بأجنحتها على سماء الإقليم، وحصن الدفاع الأخير يتعرض للضربات من كل جهة مرئية وغير مرئية، ليظهر جندي من فصيل القوات المسلحة الأوروغوايانية، جندي لا يبتسم في أي معركة، حيث كان الجيش يمتلك بيول وسقطت أقنعة الجميع بعد اعتزاله، فخرج وحش كاسر لإعادة إحياء قتالية قلب الأسد، فلملم أوراق جيشه المتبعثرة، وأعلن بداية الصمود في القطاعات الخلفية والاستعداد لدك حصون الخصوم من جديد. جدار عازل عندما قلبه ينبض بنفحاته الأولى، تبدأ معها رحلة شاب يمتلك في طياته الكثير من الصفات البطولية التي تحولت تدريجيا لزئير الأسود، حيث أن الشجاعة هي كنز الرجال الذين يرثون مثل هذه الصفات من أبائهم، لكنها غير متوافدة في جميع الأجناس من البشر، فالاختلاف قوة. أراوخو قاسيا جدا، غاضبا جدا، متعاليا جدا مع المهاجمين، ليس من باب الغرور إطلاقا، ولكن لقناعته التامة أن الدفاع مثل الواجب العسكري، وأن منطقة الجزاء هي الوطن، وأن أي سقوط واشتباك وتخطي داخل هذه المنطقة يعتبر خسارة فادحة لا يمكن تعويضها. كان يؤمن تماما أن سقوط جسده في هذا المكان مثل خسارة الوطن، لا فرق أبدا، لذلك كان متعاليا بالمعنى الكروي، أي أنه لا ينظر إلى الأسفل أبدا، فكان لابد للجميع أن يسقط في حضرة هذه الصخرة، وأن لا يكون كقطعة من الخبز ذائبة في كوب من الماء يسهل مضغها.